متهيألي ان احنا كلنا ملاحظين اليومين دول ان الاطفال عيانه بشكل كبير جدا. كتير من الاطفال بينتابها دور كده زي ما بنقول ماشي ما بين كل الاطفال في المدارس. بيتم انتقال العدوى بشكل كبير جدا وواسع جدا ومنتشر جدا ما بين الاطفال، وبيقولوا ان ده الفيروس المخلوي التنفسي الرئوي. النهارده هنتكلم عن هذا الفيروس، هنعرف ايه هو، ازاي ممكن يتنقل من شخص لاخر، هل هو فعلا زي ما بيتقال انه الاطفال هم الاكثر عرضه للاصابه بيه بشكل اكبر. هنعرف كمان او هنتعرف على اعراضه، هنعرف ايه الاعراض الخاصه بيه، وهل هو بيأثر على الجهاز التنفسي فقط ولا ليه تأثيرات اخرى على كل اجهزه الجسم. هل ممكن فعلا يأثر على القلب بشكل كبير زي ما الناس يعني بتقول وبتخاف؟ هل بيأثر على قلب الأطفال بشكل خاص أكتر من قلب الكبار؟ أسئلة كتير جدا هنسألها النهاردة الأستاذ دكتور محمد حجازي، أستاذ قلب الأطفال بجامعة القاهرة. مساء الخير يا دكتور على حضرتك، نورنا يا دكتور. الله يخليك. بشكل عام الفيروسات الرئوية أو التنفسية بتنتشر بشكل كبير جدا خلال فصل الشتاء. مظبوط يا دكتور؟ مظبوط يا فندم. هو ليه بقى؟ هقول لحضرتك، هي دلوقتي الفيروسات عموما بتيجي في فصل الشتاء وفصل الخريف، اللي هي فصل الخريف اكتر كمان. وفي الشتاء بتبدا دوره الحياه بتاعتها تبتدي فيها، خصوصا اللي هم كانوا الار ان اي. طبعا زي عارفه كل فيروس ده كائن حي. في انواع منها فيها دي ان اي، وفي انواع منها في ار ان اي. الار ان اي ده نوع من انواع يعني زي الجين بتاعه كويس، وده بيبقى 5 أو 6 انواع. بمعنى في مجموعه كبيره جدا اسمها بارا انفلونزا فيروس، اللي هي بنسميها احنا بالبلدي كده انفلونزا. يقول لك الولد جاله انفلونزا او الطفل جاله انفلونزا. تمام. ده بيبقى من 5 انواع ل6 انواع. اللي اختارهم الار اس في، اللي هو ريسبيراتوري سينسيتال فيروس، اللي هو اللي انت حضرتك اشرت اليه، اللي هو الفيروس الرئوي التنفسي الايه الخلوي او المخولي زي ما سموها يعني. الفكره في ايه؟ الفكره ان احنا الفيروس ده مش جديد، يعني هو مش حاجه جديده. هو اكتشف سنه 1956، يعني من زمان قوي. وكل سنه بيجي اوت بريكس زي اللي احنا فيها دي. الاوت بريكس معناها مش وباء ولكن انتشار. لان في فرق بين الوباء زي بتاع كورونا بعد الشر ربنا ما يرجعها تاني، او اللي هي انتشار. ده هو منتشر، وعشان هو زي ما حضرتك اشرتي بيؤثر على الاطفال اللي هي من عمر الولاده لعمر 2 سنين اكتر حاجه. فعشان كده احنا بيدي الارم او بندي تنبيه، لان ده بيبقى فيه خطوره شديده على حياه الاطفال. طيب هو ليه بالذات الاطفال هم اللي بيتعدوا بيه، بما ان احنا بنتكلم على ان هو شبه الانفلونزا او فصيله من فصائل الانفلونزا؟ فالانفلونزا بيصاب بيها الكبار والصغيرين. أيوة. لكن احنا ملاحظين ان الفيروس ده بالذات الاطفال هم اللي بيعيوا بيه كتير جدا. أيوة. يعني مثلا انا واحده من الناس، واكيد زي كتير قوي من الامهات، انا بنتي عيت من اول الشتاء 6 7 8 مرات ورا بعض بشكل غريب جدا. وعلى فكره مش هي بس، هي وكل اصحابها في المدرسه، الفصل كله. صحيح. او المدرسه كلها. هو طبعا هو الفيروس ده حضرتك في مجموعه من الناس اللي هم بنسميهم الهاي ريسك. الهاي ريسك دول اللي هم المعرضين للخطر بتاع هذا الفيروس. الهاي ريسك جروب او المجموعه دي عباره عن ايه؟ فيها جزء صغير اللي هي السن الصغير، اللي هم الاطفال حديث الولاده، اللي هم الاطفال اللي هو البري تيرم، اللي هو الخدج، اللي هو الاطفال المبتسرين. وفي الاطفال اللي هي من عمر لغايه اقل من 2 سنين. وفي بعد كده المجموعه الثانيه اللي هي من 2 سنين، اللي هي بتاعه الحضانه بقى، اللي هي 3 سنين اللي هو كي جي 1، و4 سنين كي جي 2، و5 سنين وبتاع لغايه سن 10 سنين. دول المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه اللي هي الكبار اللي مناعتهم قليله. زي مين؟ اختارهم الست الحامل. اختارهم الست الحامل. يليهم
الناس اللي هم الكبار اللي عندهم حاجة بتؤثر على المناعة بتاعتهم، زي مثلا مريض السكر، زي مريض الضغط، زي مريض أزمة الربو، زي مريض القلب، اللي هم الكبار. مم. وطبعا فوق ده كله اللي هم الناس اللي عندهم مناعة قليلة زي مرضى السرطان. تمام؟ انا مش فاهمه، دي الناس المعرضه اكتر للاصابه بيه اه ولا اللي فيه خطوره لو لا، اصيبوا بيه؟ المعرضين في ليها، اه، المعرضين إصابة بشكل ليها اكبر. بشرط مم. بشكل أكبر. ليه بقى؟ لأن هم دول التو جروبس أو المجموعتين مم. اللي المناعة فيهم بتبقى قليلة. مم. إنما بين بقى اللي هم السبع سنين أو 8 سنين لغاية ال60 سنة مثلا أو مم. 55 سنة، دول بيبقوا هيلثي، ناس أصحاء. ما حتى لو جات لنا بتيجي زي الانفلونزا بالظبط، لان هي اعراضها زيها وهنتكلم عليها مم. بعد شويه. فدول المجموعتين المهمين يعني. طيب احنا بقى اتلخبطنا خالص مم. كاهالي بصراحه، اه يعني لينا حق نتلخبط. طبعا. يعني احنا ما بقناش عارفين هو ده دور برد عادي، هي دي هو ده انفلونزا، هي دي كورونا، اه هو ده الفيروس المخلوي صح. الجديد التنفسي. احنا اه. اتلخبطنا جدا لان مم. المسميات بقت كتير قوي اه واحنا ما بقيناش عارفين كمان. هل نقدر نفرق يا دكتور عن طريق الاعراض؟ يعني دلوقتي لو احنا قلنا للناس اللي بتتفرج علينا يا جماعه اعراض الانفلونزا 1 2 3، مم. الفيروس اللي بنتكلم عليه النهارده هو 1 2 3، مم. الناس هيبقى عندها وعي اكبر؟ اكيد اكيد. مم. هو بص حضرتك، هو ده سؤال مهم جدا، وحتى الاطباء نفسهم بيبقوا يعني تو سام اكستنت على حسب كل واحد حسب خبرته، بيبقى برضو بتعمل ديبيت في التشخيص، يعني بتخلي الدكتور يا ترى هي دي يا ترى هي دي. يعني الدكتور كمان بيتلخبط. الدكتور الدكاتره طبعا اللي اه، هم خبرتهم اللي هم الصغيرين قليل. يعني. مم. احنا بالنسبه للاعراض برضو نقول الاعراض عشان الناس تبقى عارفه. اولا المرض ده لما بيجي بيجي باعراض زي بالظبط الانفلونزا، كويس، وبيبدا برشح بسيط، سخونيه بسيطه ممكن توصل مثلا 38 38 ونص، مع شويه كحه، شويه بلغم، صدره يبتدي يتألم فيه، ويبتدي بعد كده ممكن ان هو مع الكحة يبتدي يرجع مثلا او كده، مم. ويجي همدان في الطفل، يعني الطفل يبقى همدان ومش قادر يقوم راسه زي الدوخة كده. ايوه فعلا. بيبقى مم. دايخ كده. وبعد كده نبتدي بقى المرحلة التانية. دي المرحلة الأولى. المرحلة التانية منه بقى اللي هي المؤثرة جامد، اللي هي بقى إيه، بتلاقي الطفل دخل في الالتهاب الرئوي أو التهاب رئوي شعبي، اللي بتاع الشعب الهوائي. كحة فظيعة. كحة فظيعة، مم. والالتهاب الرئوي الشعبي ده تلاقي الرئتين نفسهم بدأ يبقى فيهم إفرازات كتير، ودي بتبقى خطر بقى، يعني ساعتها لازم الدكاترة ياخدوا بالهم. الفترة اللي بيعدي فيها دي مهمة جدا بقى عشان يظهر المرض. لو انا مثلا اتعديت دلوقتي مم. مثلا، بتقعد من 3 ايام ل 8 ايام، من 3 ايام ل يعني 8. مش ظاهر انا حاضنة للفيروس لكن مش ظاهر عليا مش اعراض. ظاهر. ودي مم. اخطرهم بقى. مم. ليه؟ لان الفتره دي الطفل بيبتدي يعدي، والعدوى هنا ليها حاجات كتير، يعني بطرق مم. كتيره جدا. عشان كده هي لما بتيجي في طفل واحد ممكن يعدي المدرسه كلها. ليه بقى؟ مم. هو بيتنقل عن طريق اللعاب، وعن طريق الافراز، وعن طريق النفس، وعن طريق التنفس، وعن طريق اي افرازات على السطح الهارد اللي هو زي ده كده، السطح مم. الاملس. الميكروب طب مش دي نفس الطريقة اللي زي كنا كورونا. بنتعدي بيها في كورونا؟ نفس الفكره، مم. ده هي اصل نفس الفكره. مم. هو قريب منه يعني، مش بيقعد على بعيد. الاسطح بقى فترة قد ايه يا دكتور؟ ممكن ساعات، يعني مم. ممكن مثلا في ناس علماء يعني بيقولوا من 6 ساعات، وفي علماء تانية لو الجو برد مثلا يقعد 9 ساعات، يعني من 6 ل9. فهم دي اللي بتعدي الأطفال. يعني الطفل طبعا انت عارفة حركته كبيرة، فممكن ان هو يقوم حاطط بإيده مثلا يحطه على أنفه مم. من زميل ليه وزميل ليه يتعدي، وهكذا. عشان كده لما هنيجي بعد كده هقول ازاي نمنعه، يعني ازاي ناخد بالنا منه. طيب خلينا نقف هنا يا دكتور، مم. ويعني عند ازاي نمنعه او ناخد بالنا منه، لانه مهم جدا ان احنا نخلي الولاد ما يتعدوش بيه كل شويه، بالظبط. بما ان هو واسع الانتشار، وبما ان هو بينتقل كمان او بيتنقل من حد لحد بشكل سهل.
فخلينا نقول ازاي نحمي ولادنا بس بعد ايمان. ايمان الو. الو. اي ايمان، هطلب منك توطي التلفزيون تماما. حاضر. اتفضلي. الو. اي ايمان، عليكم السلام. اتفضلي. لا انا لسه سامعه صوتي يا ايمان. وطي التلفزيون خالص واسمعينا من التليفون واسالي سؤالك على طول. اتفضلي. ايوه كده حضرتك يعني طب ايمان، انا هعتذر لك لان انا مش عارفه اسمعك. ايمان. طيب هي راحت. حلو قوي يا دكتور ان احنا نتكلم على فكره اننا ممكن نحمي الاطفال من الاصابه بيه، لانه بما ان احنا قلنا ان هو واسع الانتشار والانتقال بيبقى سريع جدا ما بين الاطفال، فطب هو في طرق نقدر نحميهم بيه؟ هي حضرتك الطرق بسيطه جدا. اهم حاجه النظافه الشخصيه. دي نمره واحد. يعني ايه نظافه شخصيه؟ يعني كل ام وهي بتنزل ابنها رايح المدرسه او رايح الحضانه بتاعته او النيرسري او وات، لازم يكون في شنطه كده فيها صابونه وفيها مناديل ورق مثلا وفيها ميه بتاعته عشان ما يضطرش ياخد حاجه من حد، وفيها الساندوتش بتاعه وفيها عصير وفيها حاجه ممكن يغير منها، يعني يغير مثلا هدوم ويغير حاجه زي كده. دي نمره واحد. نمره اتنين، ننبه على اولادنا في المدرسه ان هو دايما يغسل ايديه، وغسيل الايدين بسيط جدا بميه وصابون لمده 20 ثانيه، يعني قرب النص دقيقه او اقل. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ننبه على اولادنا برضو ان هو لما يحط ايده يلمس اي حاجه ينظف ايده بالغسيل، او اذا كان في مناديل كحول، بس الافضل والارخص كمان هي الميه. تمام. ثالث حاجه ان لازم لما يكون ننبه بقى دي على المدرسات وعلى المشرفين في المدرسه ان احنا نخليهم نقول كده: يا جماعه الخير، لما يجي لكم طفل سخن او بيعطس او بيكح او نازل افراز لسه في اوله خالص، لان ده بيبقى في بدايه ظهور المرض، لان الطفل ده عنده المرض ده بقاله اكتر من 3 ايام وظهر النهارده. فتره حضانه للفيروس، لكن حضانة. ما كانش فيه اعراض. فهو كده ممكن يهدينا. فاحنا نقول له ايه؟ هنقول لولي الامر: خد ابنك وروح، يعزله ويروح يكشف عليه بره. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لازم الماسكات. نرجع تاني للماسك اللي بنلبسه. الماسك ده بنلبسه لمين؟ بنلبسه لاولادنا لما هم يجوا يخشوا الكلاس لو هو مش مؤمن. لو هو مؤمن خلاص. يعني ايه كلمه مؤمن؟ يعني بتخش له شمس، بيخش له هواء، الاطفال عددهم في تباعد على قد ما نقدر، يعني نص متر او حاجه، في وعي للمدرسه بحيث انها تلقط الطفل اللي هو عنده مشكله. نمره 5، ان لازم يكون في بريك للاطفال دول بحيث انهم يغسلوا ايديهم. عشان يغسلوا ايديهم. دي مهمه جدا. دي الوقائيات اللي هي خاصه بالمدرسه. انا بتهيألي ان اهم حاجه بس الاهل يخلوا بالهم منها دلوقتي انه ما حدش ينزل او ينزل ابنه وهو سخن او حاسس بمبادئ اعراض، لانه حرام كده. هيعدي الفصل كله اصلا، هيعدي المدرسه كلها كمان. ايوه هيعدي المدرسه فعلا. يعني هي اصل مش واخده بالك، هو احنا في مدرسه وفي فصول، قولي مثلا عندنا 6 فصول فرضا، وانا مريض في الفصل نمره 1، فانا عملت اتقفلت او عطست او كحيت، فالرذاذ جه على السطح، جه زميلي كل اللي هيلمس السطح ده خلاص بقى جه زميلي بتاع اللي هو فصل 2 في نمره 2 خد المرض مني، او دايركتلي مباشر او عن طريق السطح. هو نقله من 1 ل2 و2 تنقل ل3 وهكذا. عشان كده بننقل المدرسه كامله. صحيح. طيب ناخد استاذ عربي. عليكم السلام، اتفضل. طبعا. اهلا وسهلا. جت الكورونا انا ممكن
2021 الف لا باس عليك. جت الكورونا، فدي اتعالجت منها. وبس في سخونيه، يعني هي اول ما جت لي ما جاتليش كحه ولا ما جاتليش كحه خالص، بس جت لي سخونيه، اعراض سخونيه. في السخونيه دي وعملت اشاعات وعملت حاجات قالت ما عادش في كورونا. ازاي ده اثر سخونيه ما بتروحش ابدا فيه. واختي جالها تليف على الرئه بس ما اتعالجتش من كورونا. عملت لها اشاعه جالها تليف على الرئه. فجودتها للدكتور ومالهاش راضيه. طيب السؤال يعني تليف على الرئه دي يصيبها بحاجه؟ يعني يضرها بحاجه عشان مش عاوزه تروح للدكتور خالص. لا لازم، ده مهم. مش عاوزه تروح خالص. ايه اللي حصل لها يا دكتور؟ بص، ايه اللي حصل لها؟ هي حصل لها تليف على كانت الرئه. كورونا بس ما اتعالجتش. وحصل لها تليف في تليف الرئه. على الرئه. عملت لها اشاعه. وحضرتك بتسال على ايه دلوقتي بقى؟ يعني التليف على الرئه دي هيزداد حاجه، والنسبه السخونيه اللي فيها دي ما بتروحش خالص. ما بتروحش من 21 من لا 2021. هي خفت شويه بس سايبه اثر. يعني ايه الاثر؟ نفسي ارجع زي الاول، يعني مش في سخونيه خالص. بس حضرتك بتسخن وترجع مره ثانيه تبقى درجه حرارتك عاديه وتسخن تاني؟ لا هي نسبه جميله جدا ما بتروحش خالص. هي كانت الاول صعبه لما خدت العلاج بتاع الكورونا فخفت، فسايبه اثر صغير. ايوه طيب حاضر. السؤال الثاني، هل التليف دي مش عاوزه تروح للدكتور؟ حضرتك بتسال هل التليف هيتحسن ولا مش هيتحسن؟ هي ما خدتش علاج ومش عاوزه تروح للدكتور. هي عندها كام سنه الطفله دي؟ هي عندها 48. 48 دي صغيره. طيب انا بشكرك جدا. طيب انا هجاوب على سيادتك. دلوقتي هو بالنسبه للاستاذ واخته هم عندهم حاجه اسمها اللي هي بوست كورونا سندروم، متلازمه ما بعد الاصابه. هو للاسف الكورونا طبعا لما جت من 2019 وراحت السنه اللي فاتت، بس يعني لسه في ديسمبر 2022 قالوا ما فيش كورونا. تمام؟ يعني السنه دي يا دكتور ما فيش كورونا؟ السنه دي يعني لسه اي حد يعي ما فيش دي مش كورونا؟ ما فيش كورونا غير في الاماكن اللي فيها الوباء منتشر، اللي هي مثلا الصين. لان هم كانوا اول الشتاء قالوا ان في الصين مره ثانيه رجعت كورونا في الصين ده تنها بؤره كورونا، يعني لما شاء الله اعلم لغايه امتى. ليه بقى يا دكتور؟ لان هم المعمل اللي هو في يوهان ده هم اللي كانوا بيصنعوا فيه او بيخلقوا فيه الميكروب ده او الفيروس. فيوهان دي في الصين، فهم بيتنقلوا وهم كمان يعني بيحاولوا بقدر الامكان. هم ليهم يعني طريقه كده معينه لمتابعه المرض والكشف عنه هم وامريكا. ودي يعني اكتر منها طب دخل فيها البوليتي صحيح سياسه. سياسه. طيب خلينا نقول ان احنا خلينا في اللي احنا فيه. لكن احنا كمصريين ما فيش. لو حد دلوقتي يعي وحد قال له انت عندك كورونا، لا ما يصدقش، هو ما فيش كورونا. عشان نقول يصدق او ما يصدقش لازم ناخد التاريخ المرضي للمريض. انت جاي منين؟ انت سافرت فين؟ رحت الصين؟ رحت دبي؟ لا اذا هو ما راحش لا الصين ولا دبي ولا خرج من القاهره. راح امريكا، مش كل الولايات، في ولايات بس اللي لسه فيها كورونا. راح امريكا، راح افريقيا، جنوب افريقيا، لا ما راحش. طيب قابلت حد منهم؟ طب انت شغال فين؟ في المطار؟ شغال بتقابل سياح؟ بتدرس بره؟ بترجع؟ بتسافر؟ دول اللي هم بنسميهم الهاي ريسك جروب. طب افرض واحد قاعد في مصر عادي يجي له كورونا او ما يجيلوش، ممكن، لان الكورونا بقت معانا هنا كلنا، بقت موجوده زي الانفلونزا وزي موجوده، بس بتؤثر بالسلب بنفس قوه الاستاذ السائل او اخته. ما افتكرش هتكون موجوده ما بقتش ان شاء الله يعني. طيب احنا هنجاوب على السؤال الخاص بالتليف بس بعد تليفون مدام ناهد عشان بقى لها شويه كتير. بس فكريني اجاوب على لازم هنجاوب عليه. على الراجل ده. مدام ناهد الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. كل سنه وحضراتكم طيبين. وانتي طيبه. ازيك يا استاذه هند؟ الحمد لله يا مدام ناهد انا كويسه. ازي حضرتك يا استاذ محمد، دكتور محمد؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟
برضو عندي برد دلوقتي حاليا، وخدت العلاج والحمد لله. بس اكتشفت ان الدكتور قال لي ان انت اعملي لي اشعه مقطعيه على صدرك، فطلعت فيها نسبه تليف على الرئه. يعني طلعت فيها نسبه تليف على الرئه، ودي اول مره اعمل اشعه على صدر، اشعه مقطعيه. انت يعني خدت كورونا قبل كده، وانا على فكره مريض الضغط، باخد علاج الضغط. فالدكتور كاتب لي على علاج اللي هو التليف بتاع ده دوت، ان انا امشي عليه يعني لغايه ما اخلص الجرعه اللي معايا، وقال لي هتعملي الاشعه دي تاني بس بعد 3 شهور. انا عايزه اعرف هو هل بعد 3 شهور هو ممكن يكون لسه نسبه التليف دي موجوده؟ وازاي اعرف لان طبعا انا ساعات بحس بنهجان لما بكون بمشي او بعمل اي مجهود في البيت او كده، بحس بنهجان، بحس لما اكون قالب طوب على صدري ومش قادره اتنفس. ده صحيح. فانا خدت العلاج والحمد لله اتحسنت. بس موضوع كورونا، انا خدت كورونا شبان قبل كده وخدت العلاج بتاعها والحمد لله. بس الدور اللي جاني دلوقتي بتاع دور الضرب الشديد لدور كورونا. حتى انا سالت الدكتور، بقول له دكتور انا عندي كورونا، قال لي لا ما عليك الكلام، هم شويه تليف بسيط على الرئه وهيروحوا بالعلاج، وبعد 3 شهور اعملي لي الاشعه تاني. تمام. وايه الفرق يا دكتور ما بين تليف الرئه والتهاب على الرئه؟ ماشي. طيب بشكرك يا مدام ناهد. تمام، يبقى هما الاثنين اجابه واحده. يعني هي التليفون اللي قبل الاستاذ حجازي ومدام ناهد. الاستاذ حجازي ومدام ناهد. بالنسبه للاستاذ حجازي ومدام ناهد، هما الاثنين جالهم حاجه اسمها البوست كورونا سندروم او بوست فيروس كورونا سندروم اتاك. ده بيعمل ايه؟ ده بيجي للناس اللي هي مناعتها قليله. يعني اكيد استاذ حجازي اللي هو الاولاني ومدام ناهد اللي هي استاذ عربي بيقولوا لي. استاذ عربي، اسف، استاذ عربي والاستاذه ناهد واخته، الثلاثه دول اكيد ان هم ناس عندهم حاجه كرونيك، حاجه مزمنه. يعني مثلا سكر، ضغط، كان عندهم مثلا امراض تانية، ازمه ربو او ما الى ذلك، بحيث ان لما كورونا جات لهم ما طلعتش وسكتت، بتسيب اثر كويس. باول اثر بتسيبه اللي هي الرئه، تليف الرئه. هي الاستاذه ناهد سالت هل ايه الفرق بين تليف الرئه وبين التهاب الرئوي؟ التهاب الرئوي اللي هو زي اللي بنشوفه كل يوم مع اي حد، زي الار اس في فيروس اللي بنتكلم عنه النهارده. انما التليف معناها ان في جزء من الرئه، جزء من الرئه بتغير التكوين بتاعها، التكوين التشريحي بتاعها، وبتتحول الى نوع من انواع نسيج ليفي، نسيج الياف او الياف او ليفي كويس. لما الرئه بيجي لها التليف ده بيبقى عندنا حلين. لو هي حاجه جامده جدا ليها علاجات، طرق علاجات كتير، بس اخطر حاجه فيها ان هو يبقى تليف بنسميه ماسيف فايبروز. ماسيف اللي هو حاجه كبيره وبتاثر بالسلب على الرئه اليمنى والرئه اليسرى. لو ده حصل بنضطر ان احنا نلجا لجراحات الصدر، جراحات الصدر. طيب ليه بقى؟ لان التليف ده بيبقى دايما بؤره دايما للميكروبات. عشان كده الاستاذ الاولاني بيقول لك ايه، انا من يوم ما خلصت كورونا وانا سخن. هو كويس، يعني مناعته كويسه، وهو السخونيه دي انا بطمنه ان هو مناعته ممتازه، بس هو بيتعرض للجو العام اللي احنا فيه عموما، يعني في اي حته في العالم مش في مصر بس، لفيروسات في الجو، لبكتيريا، لتعرضات بيولوجيه تانية او ايكولوجيه تانية، فبيتزرع في الرئتين، في الرئتين بتوعه، وهو بيحاربها. فمناعته هو كويسه. يعني انا الحمى السخونيه دي معناها ان مناعه الراجل ده كويسه. فاحنا انا انصحه ان هو يعمل تحاليل شامله كامله، يروح مستشفى الصدر او يجي عندنا في القصر العيني قسم الصدر، نعمل له تحاليل شامله كامله للموضوع ده عشان يشوف ايه البؤره اللي عنده. لان هو بيقول لك انا بقالي سنه سخن. سنه سخن ده كتير قوي. انا استغربت جدا لا بصراحة. بيحصل سنه سخن ده كتير. معلش يا دكتور، سنه سخن مستمر ولا مستمر. مثلا السخونيه دي بتروح وبتيجي على فترات؟ في حاجه، في نوعين من الحمى. في حاجه اسمها لو جريد فيفر اللي هو الحمى القليله اللي هي 38 8 و2، وفي الحمى الجامده اللي هي جريد اللي هي فوق ال 38 هو اكيد المعقوله.
هي اكيد بالنسبه له هو لما بيوصل مثلا 38 بيفرح، لان السخونيه دي حاجه مزعجه حقيقي. وبتخلي الواحد دايخ ومش قادر عشان كده يركز. بسأل، لانه مش ممكن حد يتعايش مع السخونيه بالظبط. دي هو طول الوقت. يعني هي لما بتجي لنا يوم يومين ايوه بنخرج من القصه دي تعبانين جدا جدا. فلازم انا انصحه، لابد ان هو يذهب لمستشفى الصدر اللي هو قريب منها، او يجي عندنا في القصر العيني قسم الصدر، ويقول لهم انا عندي متلازمه ما بعد الكورونا، متلازمه ما بعد الكورونا. وهم بقى هيساعدوا. خلاص هي كده بقت مفهومه، طب احنا هايل. عندنا قسم كامل للقصه دي، يبقى دي خلصنا منها، ما يسيبش نفسه. اخته بقى اللي هي رافضه العلاج. طب نجاوب اخته بعد مدام ليلى عشان بقى لها شويه. مدام ليلى، مساء الخير. مساء النور، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور طبعا لو سمحتي؟ اتفضلي. تحت امرك. لو سمحتي يا دكتور، عندي بنتي 7 سنين جالها دور كحه جامده ورشح ومش قادره تاخد نفسها. عملنا لها اشعه مقطعيه، طلع عندها التهاب رئوي في الجهه الشمال. وبقى منظرها يخوف، بقت مش قادره تاخد نفسها، وبقت وشها كده يترف. فرحنا كشفنا للدكتور، فطلب مننا ياخد حقن مضاد حيوي، واحنا خفنا منها، طلبنا منه ادويه شرب يعني مضاد حيوي، واعطاها حاجات تاني. فانا خايفه عليها. هل الالتهاب الرئوي ده يروح منها؟ ويعني عايزه انا اقيها من الالتهاب الرئوي دي، لان هي بتروح المدرسه. فيا ريت حضرتك ترشدني اعمل ايه. ايوه ماشي يا فندم، تحت امر حضرتك. هي بص اتفضلي يا مدام اتفضلي يا ليلى. فندم، تحت امرك. عندي ابني 46 سنه، جاله قبل عن كده كانسر في الغدد النخاميه، بنعمل له مسح ذاتي، ففوجئنا في الرئه بتاعته في التهاب في العضلات في الرئه اليمنى. هل التهاب العضلات ده خطر؟ احنا كشفنا عليه، الدكتور عطاله عباره عن مكملات غذائيه ومضاد للالتهاب، مسكن ومضاد للالتهاب. هل ده كفايه ولا حضرتك برضه ترشدني برضه نكشف تاني؟ تحت امرك يا فندم، تحت امرك. بشكرك يا مدام ليلى، تابعينا. شكرا خالص، ربنا يديك الصحه. شكرا. السؤال اللي هو معلش هنأجل التلايف بقى، نشوف الطفله. دلوقتي انا انصح مدام ليلى ان هي الطفله اللي عندها 7 سنين دي ده خطر، لان هي جالها اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، اللي هو الميكروب الخلوي. ده اكيد هو نفسه، هو ده بقى تيبيكال. يعني اللي قالته مدام ليلى ده لخصت عليا اللي انا كنت هقوله في الاعراض اهي. هي صوره حيه للي احنا بنتكلم عليه النهارده. بالظبط كده. ادي طفله عندها 7 سنين في سنه اولى ابتدائي، راحت المدرسه اتعادت تيبيكال، سخنت، جالها التهاب رئوي. الخطوره هنا بقى انه يكون حصل مشاكل في القلب. لا مش في القلب، هو حصل مشاكل في الرئه، فجالها التهاب. ولما جالها التهاب الاكسجين قل، ثاني اكسيد الكربون عالي، فبدات تزرق. في الحاله دي انا انصح مدام ليلى ان لازم الطفله دي لازم مش بمزاجها تتحجز في مستشفى، لازم تبدا علاجها في المستشفى، تقعد مثلا اسبوع 10 ايام تخف وتبقى كويسه، وبعدين تطلع سليمه. ليه؟ يعني هو ايه اللي ممكن يكون حصل في الرئه يا دكتور؟ ما هو اللي حصل التهاب رئوي شديد، وبدات تخش في ضيق في الشعب الهوائيه، فبدا يعالجها الدكتور، فلقى ان الحاله صعبه. اكيد هو عرض عليهم الحجز في المستشفى، هم رفضوا، ده حتى رفضوا الحقن. فخلاص يبقى دي اترفضت ودي اترفضت، يبقى البنت دي الحقن ليه اترفضت؟ هم رفضوها. ليه بقى؟ هم اللي رفضوها. طب لا في امهات ما بتحبش ولادها يتشكشكوا، تقول لك بتوجعها. بس دي حاجه بقى، دي حياه او موت يعني. بالظبط. فانا سيبنا من الحقن خالص. انا مش من انصار خالص ان انا اعالج التهاب رئوي شديد في طفل ازرق في الشارع. انا بعتبره في الشارع لازم يدخل المستشفى، لازم يتحب. ده بالذات الطفل ده ليه بقى؟ لان احنا دلوقتي في مرحله خطر. الزرقان ده معناه انه داخل على فشل تنفسي. يا خبر، ده خطر جدا فوق ما طب مدام ليلى يعني ارجوكي اسمعينا دلوقتي الدكتور بيقول ايه. لازم تروح مستشفى تتحجز،
زي ما تتحجز 3 ايام 5 ايام لغايه بس ما الدنيا تهدى شويه والرئتين يرجعوا سلام زي ما كانوا، ونسبه الاكسجين في دمها ترجع زي الاول، وبعدين تخرج تكمل علاجها في البيت، وبعد ما تكمل علاجها في البيت تكمل بقى في المدرسه. هي كمان بتقول حاجه خطيره جدا، بتقول ان هي دلوقتي حاليا هي ودتها المدرسه، فدي كارثه، دي اللي بنقول عليها. وازاي الطفله دي تنزل تروح المدرسه مش وهي دي بالحالة قضيتي دلوقتي، قضيتي ان احنا اللي انت كنت بتساليني عليها حضرتك، انه بينتشر ازاي. احنا ودينا المدرسه بؤره فيروسيه جوه الكلاس، فهي هتعدي على الاقل الكلاس اللي هي فيه. بس هل هي حاضنه للفيروس لسه؟ هي لسه مريضه. والمريض وفي حاجه تانية، هو المرض بينتشر من 3 ايام ل 8، ده العادي. في الحالات اللي زي الطفله دي ممكن يقعد معانا لشهر، ممكن يقعد شهر. الحاجه التانية بالنسبه برضو هنربط دي بالحاله بتاعت استاذ عربي. استاذ عربي جه قال لك ايه؟ قال لك انا جالي برضو نفس البرد والار اس في فيروس اللي موجود وبدا يتعب، تمام. فانا برضو بنصحه انه لازم يروح برضو المستشفى زي ما نصحت دي. الاثنين دول فيري امبورتنت. السؤال بتاع التليف، وبعدين نسال سؤال السرطان. سؤال التليف دلوقتي هي عندها 47 سنه، رافضه العلاج، دي بتنتحر، ملهاش حل تاني. الست دي يأسة من حياتها وعايز تنتحر، بس تنتحر بقى تقول لك ايه؟ اموت من عند ربنا. في ناس كده، في ناس بتيأس، وده غلط يعني. لا تيأس من رحمه الله. صحيح. يعني ممكن في ناس حتى بيبقى عندهم كانسر وسرطان بيقاوموا جدا، وعلى فكره وبنشوفهم على فكره واصلين لنتائج هايله في العلاج. ايوه حقيقي ايوه يعني. انت لا تيأس من رحمه الله. اصل انت كده بتتدخل في حاجه بتاعت ربنا. انا ربنا جاب لي مرض وجاب لي الشفاء، فانا ما اقولش لا انا خلاص بقى هموت بقى وكده. وبعدين لسه صغيره، ده عندها 45 سنه ولا 6 يعني لسه شابه يعني. فانا انصحها انها لازم تروح مع اخوها للقسم الصدر عندنا في القصر العيني او اي مستشفى صدر. السؤال اللي هي التاني بتاع الكانسر بتاع السرطان، هو الولد جاله سرطان كويس، وبعدين جاله انطب، جاله فوقيه التهاب رئوي. ده من ضمن الحالات اللي احنا قلنا عليها في الاول، اللي هي الهاي ريسك، اللي هي المجموعه الخطر. هو جاله سرطان في الرئه؟ هو جاله سرطان عادي في الغدد الليمفاويه وتعالج وتحت العلاج، لان السرطان ما بيخفش، هو السرطان بيهدى بس. فهو تحت العلاج كويس. تحت العلاج معرض ان هو يجيله التهابات رئويه متكرره، وممكن يجيله الار اس في فيروس اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، اللي هو الخلوي ده. فلما بيجي هذا المرض اللي هو الفيروس اللي هو ضعيف جدا على فكره، الفيروس ده ضعيف لدرجه فوق ما تتصوري. يعني ممكن واحنا ماشيين واحنا قاعدين كده هو بيحاول يخش لي كتير ودخل جوه. وانا بقى مناعتي بتقاوم خلاص بقى احنا ربنا سبحانه وتعالى عامل لنا اجسام مضاده بتموته. يعني وانا واقف وانا قاعد بكلمك كده جالي مثلا مليون ميكروب من دول. بس لو انا بقى مناعتي بعافيه، لو انا مناعتي فيها مشكله نتيجه مثلا ان انا يعني بتعافى من السرطان، او انا باخد الكيموثيرابي ادويه الكيماوي، انا بالتالي مناعتي متاثره. بالظبط كده. فممكن ادوار زي دي مناعتي ما تقدرش تهاجمها. عشان كده الراجل بتاع السرطان كان ذكي، هو علّى المناعه بتاعته، هو اداها اكل واداها شرب وعلاجها بسيط، اكله وشربه وزاد مناعته، شكرا خلاص هيخف. تمام. فنفس الكلام بقوله برضو للطفله، بعد ما تخف ان شاء الله لازم بقى دي عمومي لكل الاطفال، كورس تغذيه بقى، كورس تغذيه كامل لكل الاطفال من عمر 0 لعمر الولاده لغايه اللي هم 6 سنين او 7 سنين. لازم نزود الحاجه اللي هي مضادات الاكسده. مضادات الاكسده سهله جدا، في كل الاكل اللي ربنا خلقه فيه مضادات اكسده. اهمهم مثلا في حاجات زي العسل النحل. عسل النحل ده رخيص وفي نفس الوقت موجود وسهل. وفي عندنا البصل والثوم، تمام، وفي البقدونس وفي الكرفس، حاجات كلها رخيصه. والملوخيه، يعني احنا قاومنا الكورونا عشان بناكل فول وملوخيه وبصل. يعني احنا فول وملوخيه وبصل، احنا الشعب المصري ايوه صح الحمد لله
لا لا لا، هو فعلا الشعب المصري كان الحمد لله يعني ما شاء الله بجد كان اقل اصابات، كان اقل اصابات ووفيات. وحتى الناس وفيات، بقصد انه حتى الناس اللي كانت بتصاب لا كانت بتتعافى بشكل جيد، ما بتدخلش العدد قليل قوي اللي دخل المستشفيات، ما هواش اعداد كبيره زي اللي شفناها بره. فواضح ان مناعه الشعب المصري يعني قويه بخير. بدليل ايه بقى؟ ده برضو حاجه كويسه، بدليل ان هم دلوقتي منظمه الصحه العالميه جابت الدول اللي هي زي مصر كده اللي هم قاوموا الكورونا وبتاع، ودخلونا في برنامج اسمه جينوم تبع العالم كله، يعرفوا الجينات بتاعتنا، يعرفوا الجينات بتاعتنا. واخده بالك ازاي؟ فبيدرسونا من واحنا موميا، يعني اللي هم بقى لهم 7000 سنه، مطلعين دلوقتي بياخدوا عينات منها، عينات دقيقه جدا عشان يشوفوا الجينات بتاعت الناس دي، بتاعت الفراعنه اللي هم جدادنا، وبيشوفوا الجداد اللي هو احنا، يعني الناس دي بتقاوم ازاي، الناس دي عايشه زي يعني حاسدنا حتى على الحته بتاعت الصحه. طيب دكتور، كان يعني معانا قريب حد برضو دكتور يعني بيتكلم عن التغذيه، وقال انه الحاجات البسيطه جدا، التغذيه والمناعه، قال الحاجات البسيطه جدا اللي ممكن تكون بارخص الاسعار في الاسواق هي دي اللي بتقوي مناعتنا، زي البصل، زي الثوم، زي الخضره، الخضره الخضراء، الجرجير، البقدونس، الشبت، كل الحاجات الخضراء دي اللي هي سعرها رخيص جدا، هي دي اللي بترفع مناعتنا. عشان كده هو حتى راح قايل استشهد بالناس الجميله الفلاحين اللي بياكلوا من الارض الحاجات الخضراء دي كتير، هتلاقي صحتهم كويسه جدا وزي الفل، وحتى لو مر عليهم ادوار كورونا او اي فيروسات مختلفه لا بيتعافوا بسرعه. صح. وبيقدروا يعني مناعتهم تقدر تقاوم. احنا كمان ربنا مدينا في مصر هنا هديه بسيطه جدا اسمها الليمون اللي هو ثمره الليمون دي، كفايه الطفل ياخد كوبايه ليمون الصبح، ليمون بالعسل، ليمون بالعسل مثلا كده، خلاص حبه صغيرين كده. المشكله بس التهابات، الناس اللي عندها التهابات في المعده الليمون بيتعبها قوي. ممكن نحطه على، يعني ممكن نحطه ايه اللي ممكن نحطه يقلل الحمضيه دي شويه يا دكتور؟ ممكن نحطه على زبادي، ممكن نحطه على رايب. اكل عادي، على الفول، طبق الفول. أيوة خلاص بس. طبق السلطه طبق السلطه، يعني ليها كذا طريقه يعني. عشان فيتامين سي؟ مش عشان فيتامين سي بس، لان السيترون اللي هو الليمون يعني او السيترس اسيد ده بيبقى ربنا سبحانه وتعالى حاطط فيه اللي هي مضادات اكسده كامله، وفي فيتامين سي بنسبه عاليه جدا. كويس. فالفيتامين سي اللي هو فيتامين ج ده بيحسن مناعه الاطفال عموما والكبار كمان، مع البصل مع الثوم مع الحاجات دي. فننصح اي ان هي لازم تاخد بالها من النظافه زي ما قلنا، تاخد بالها من الاكل بتاعها، واهم حاجه الشرب. الناس بتيجي في الشتاء ما بتشربش ميه، ده طبيعي لان هم مش عطشانين. فانا بشرب الميه مش عشان انا عطشان، انا بشرب الميه عشان دي علاج ليا. كل ما تشرب ميه وسوائل دافيه ما يجيلكش فيروسات. حتى في الكورونا لما كنا ايام الكورونا كنا بنقول ايه؟ اشرب مثلا جنزبيل بالليمون، الحاجات دي كلها في منتهى الاهميه. يعني لازم الناس تشرب حتى لو مش عطشان، حتى الاطفال بالذات، الاطفال والكبار اللي هم فوق، اللي هم زي كده اللي هم فوق ال60 بينسوا يشربوا. صحيح، بينسوا يشربوا. صح. صحيح. عشان كده دايما يقولوا لنا خلوا ازازه ميه كده جنبكم على طول عشان لازم بالنسبه للاطفال بالذات. صحيح. نتكلم على العلاج ولا لا؟ بس هناخد استاذ بسام عشان طيب. استاذ بسام نرجع نتكلم على العلاج بقى يا دكتور على طول. اتفضل يا استاذ بسام، اتفضل. طبعا اتفضل اسال. وقال لي مالهاش لازمه وكتب لي علاج برضه، فحضرتك هعمل ايه؟ لا احنا ما سمعناش السؤال يا استاذ بسام. انا في تليف رئه اهو. ايوه، ايه بقى السؤال اللي هو فيه؟ هو عنده تليف رئه. حضرتك عايز تعرف تتعالج ازاي؟ حضرتك انا رحت وقال لي مالهاش لازمه وكتب لي علاج. هو كتب لحضرتك علاج؟ ادفع تمشي عليه مده اسبوع؟ لا على طول. على طول؟ بس قال لي ماليش لازمه ومالهاش لازمه. حضرتك سامع؟ طيب انا بشكرك يا استاذ بسام ومتابعنا، هنرد عليك. اولا ربنا يشفيك يا استاذ بسام. هو طبعا تليف الرئه ده من الحاجات
ليها اسباب كتير، واهمهم او مش اهمهم اللي هو منتشر الايام دي اللي هي الناس اللي جالها كورونا، زي استاذ عربي واخته والسائله الثانيه اللي هي سالت. لو تلاحظي كلهم جالهم تليف رئوي بعد الكورونا. فهو بالنسبه للاستاذ بسام لابد ان هو يذهب برضو زي ما قلت للاولانيين، يروح مستشفى الصدر اللي هي مستشفى صدر العباسيه او مستشفى صدر اللي هو تابع ليها في اي محافظه، او يجي القصر العيني قسم الصدر ويقول يا جماعه انا عندي متلازمه ما بعد كورونا وعندي تليف في الرئه، انا تشخيصي معروف. خلاص هو كده سهل الدنيا خالص. بيخش في احنا عاملين برنامج في القصر العيني للعلاج الناس دول. للاسف التليف من الحاجات زي ما قلت لحضرتك هو ليه درجات، درجه اولى ثانيه ثالثه رابعه وفي الخمسه اللي هي بعد الشر. دكتور هو التليف يرجع، يعني انا الخلايا اللي تليفت هترجع مره ثانيه لاداء وظيفتها بشكل جيد، ولا احنا العلاج بيكون فقط ان انا احافظ على اللي انا وصلت له، الحاله اللي هي وصل لها الشخص يحافظ عليها وما تتراجعش او تتدهور؟ هو ده سؤال مهم جدا، ده سؤال دكتوراه، ده سؤال صعب، لان احنا عندنا درجات. عندنا درجه اولى ثانيه ثالثه رابعه والخمسه. الخمسه دي اللي هي بعد الشر بقى الناس اللي هي حاطه على جهاز تنفس صناعي وحاجات زي كده. ده التليف ده ممكن يجي من الكانسر كمان؟ ممكن يجي من الكانسر ممكن، بس هو الخمس درجات. فاحنا لازم عشان نحدد العلاج لازم نعرف الدرجه بتاعت التليف بتاعت الاستاذ او بتاعت المجموعه اللي سالت. السؤال بتاع حضرتك هل العلاج بيرجع الرئه تانية؟ ممكن يرجع الرئه تانية في حاله لو هو جريد 1 او 2 بس، ويكون في الاطفال. يعني انا بالنسبه للاطفال بيرجعوا. الكبار بالامانه انا ما اعرفش، بالامانه يعني ما اعرفش. بس لما بتوع الصدر هم اللي بيحددوا، لان ليها درجات، وبعدين بياخدوا عينه من الرئه وبياخدوا حاجات وبيشوفوا، يعني ممكن توصل لمرحله انت سمعتي حتى من حوالي شهرين كده اللي هي لما زرعوا زرعوا رئتين لشابه في جامعه عين شمس، نقلوها، يعني نقلوا من اخوها فص ومن اخوها الثاني فص وزرعوه. دي نتيجه لان كان عندها مرض وراثي كان مولوده بيه، وكان حصل لها تليف شامل بقى اللي هي الدرجه الخامسه. في الحاله دي هم بداوا يزرعوا الرئه. يعني شوفي وصلنا لفين. وهي فعلا الحاله دي كانت قاعده لفتره طويله جدا على اجهزه تنفس صناعي. برافو حقيقي. أيوة. حقيقي. وكان بنوصل. الاخبار ايه يا دكتور؟ عشان احنا ما تابعناش الحاله دي. هي الحاله توفت. الحاله توفت بعد العمليه باسبوعين. واخده بالك؟ بس ده طبعا شيء متوقع، يعني شيء متوقع ان هي تتوفى. ده متوقع جدا، لان مشاكل الزرع ومشاكل العموميه اللي موجوده في الاطفال اللي عندهم تليف رئوي اولي او بسبب حاجه جوه الجسم الطفل وبتمشي معاه، زي مرض فيه عندنا اسمه سيستيك فايبروزيس. طب هي ممكن اصلا لو هي هتمشي معاها او هيمشي معاها نفس المرض ده حتى الرئه اللي اتزرعت هتتليف برضه؟ ما عشان كده قلنا ان هو متوقع، يعني من ضمن الحاجات عشان كده اللي احنا قلنا ان ده انت عارفه ده لو سكندري، يعني مثلا لو تليف نتيجه مثلا لالتهاب مثلا زي كورونا، زي الحاجات اللي هي ممكن التهاب بيجي ويروح، زي ما السائله سالتني الفرق بين الالتهاب والتليف. لو حاجه فيها التهاب يبقى فيه ميكروب، اذا كان فيروسي او بكتيري او حتى بارازيتيزم اي نوع من انواعه، او تيومر زي الكانسر او كده، ده بيبقى سكندري، بيبقى النوع اللي هو الثانوي. فده مجرد ما بنعالج السبب وممكن ان احنا حتى نعمل لوبيكتوم، يعني الحته اللي هي فيها تليف نشيلها جراحيا يعني. طيب دكتور، هو فاضل يمكن اقل من 3 دقائق، انا مش عارفه هل هينفع فيهم نقول
الفيروس ده ممكن يأثر على قلب الأطفال ازاي؟ لأن احنا قلنا ان احنا هنقول الكلام ده في أول الحلقة. هو طبعا ده سؤال بقى عايز حلقة كاملة، بس هي هنقولها باختصار. الفيروس ده لما بيجي لطفل عنده القلب ده انا بعمل علامة خطر شديد جدا. ليه؟ لان هو بيؤثر بالسلب، غير ان هو بيأثر على الرئة والالتهاب الرئوي اللي بيجي للطفل، بيؤثر على قلبه نفسه، فبيعمل لي حاجة اسمها التهاب في خلايا القلب. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا القلب ثلاث طبقات، الخارجية والوسطى والداخلية. الار اس في فيروس ده اللي هو اللي بنتكلم عنه النهارده، لما بيجي للاطفال اللي عندهم اي عيب خلقي، ثقب في القلب، ثقب بين اذينين، وصله شريانيه، اختلال مثلا في الرباعي فالوت، او الاطفال كمان اللي عامله عمليات قسطره او اللي عامله عمليات جراحه ومتصلحين وكويسين، دول معرضين للالتهاب ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الالتهاب ده ممكن يؤثر بالسلب على حاجتين. ممكن يعمل هبوط في القلب لا سمح الله، هبوط ارتشاحي في القلب. ثالث حاجه ممكن يعمل حاجه اسمها الاريزميا، اللي هي اضطراب في كهربائيه القلب ويودي بحياه الطفل. دي خطر جدا. وهو كمان المشكله مش هيبقى عارف يعبر ان هو عنده مشكله في قلبه. مش يعني هو ممكن يجيله الفيروس ده يعني يعاني من اعراض الخاصه بيه، ولكن أيوه. ما يعرفش يشرح ان هو عنده مشكله تخص مثلا دقات القلب، ان هي ما بقتش منتظمه مثلا. هقول لك حاجه، ده سؤال كويس. اللي بتيجي تقول لي ابنها ضربات قلبه مضطربه الام. أيوه. الام هي، انا بعتبر بصراحه الام هي الدكتور الاساسي لابنها، لان هي اللي هتعرف تنقل الشكوى من الطفل للدكتور كمان. برافو عليك. الحاجه الثانيه، الام بيبقى عندها سبحان الله ربنا مديها الحاسه السادسه او السابعه بقى. أيوة. لان الستات كلهم عندهم 6، الام بتزيد 7، لان بتعرف ابنها حتى لو هو بعيد عنها. صحيح. تقول لك ابني عنده كذا وتشخص. زي الست اللي سالتني دي، اللي هي المدام اللي سالتني، ابنها شوفي كبير يعني عنده 45 سنه، بس ولكن لسه هي حاسه ان هو لسه بيبي، وده طبيعي. فالام هي اللي بتيجي تقول والله ضربات قلبه زياده، والله ضربات قلبه مضطربه، والله ده نفسه تعبان، والله ده بدأ يزرق. كل الحاجات دي في الحاله دي احنا بنكون جايين على طول ونحجز هذا الطفل في المستشفى. ده ما ينفعش مريض قلب وعنده التهاب رئوي ويتعالج بره في الشارع او في البيت، ممنوع. ده ما فيهوش هزار بقى. ده يعني لا ده خالص، ده فيتال. احنا داخلين في حاجه قاتله. لازم بنصح كل، يعني بعد اذن حضرتك لو توجهي نداء لكل الامهات اللي اولادهم عندهم القلب، ان هم. طب قول لهم بقى يا دكتور، هي الكاميرا مع حضرتك، حياتك تقول لهم بقى عشان ايه يبقى احنا عملنا اللي علينا في الحلقه دي. ايوه صح. انا بنصح كل ام عندها طفل عنده القلب ان لما يسخن او يرشح او يكح او يجيله وجع في صدره او لونه يتغير بزرقان او حاجه زي كده حوالين شفايفه او في ايديه، تجري فورا، تتجه للمستشفى وتقول لهم انا ابني عنده القلب وعنده الاعراض دي. ممكن تكون حاجه بسيطه ما فيهاش حاجه، مش ازعاج دكاتره ولا ازعاج سلطات ولا اي حاجه. نصيحتي بقى للساده الاطباء كمان، لما يجي لك عيان عنده القلب وعنده الاعراض البسيطه خالص اللي هي بتاعه الار اس في اللي هي زي الانفلونزا، من فضلك اهتم بيها وما تهملهاش وتقول دي حاجه بسيطه وتعدي. ركز معاهم والام تركز مع ابنها، كده نبقى انقذنا الطفل. دكتور انا بشكر حضرتك جدا، وبتمنى نكون قدرنا نقول للناس النهارده في الحلقه دي كل ما يخص الفيروس المخلوي التنفسي الرئوي، اللي هم انا متهيألي عندهم اسئله كتير جدا تخصهم. يا رب نكون قدرنا النهارده نجاوب على يعني معظم الاسئله اللي بتدور في ذهنهم. انا بشكر حضرتك جدا استاذ دكتور محمد حجازي، استاذ قلب الاطفال بجامعه القاهره، نورتنا يا دكتور. ميرسي. بشكر حضراتكم على المتابعه، بتمنى لكم دايما دوام الصحه والعافيه، واشوفكم بكره على خير حلقه جديده.